كان واحد الراجل هو ومراته طالعين في الجبل، وقع لهم واحد الموقف صعيب بزاف، وكل واحد فيهم كيشوفو من زاويه مختلفه، وكل واحد فيهم كيعيش الضغط مختلف. بطبيعه الحال قبل ما نبداو دير ليك متابعه ولايك باش ديما توصل في هذا النوع من القصص. الزوجه كانت معلقه في القمه ديال الجبل، وكانت كتشوف واحد الحنش قدامها، وكانت كتفكر انه الزوج ديالها ما تيعاونهاش، وكتحاول هي براسها تسلق باش تطلع. الزوج كان كيعاني من ديك الحجره وقعت ليه على ظهره، وكان كيفكر ان مراته ما كتساعدوش، وكل واحد فيهم ما كانش عارف الالم ديال الاخر. هذه القصه كتعلمنا ان كل واحد عنده مشاعر وضغط خاص به. ملي كتكون عندنا مشكل مع الشريك الخاص بنا، خاصنا نتفهموا المشاعر ديالو ونحطوا راسنا بلاصتو. الحياه سواء في الخدمه ولا في العائله ولا في العلاقات الزوجيه، خاصنا نسمعوا لبعضنا ونديروا جهد باش نفهموا لبعض. من المكان ديالك ما تبقاش تشوف الضغط اللي كيحس به الاخر، وهذا الشيء كيأثر سلبا على علاقتنا. بالنسبه للحياه كنعيشوها مره واحده، خاصنا نبذلوا جهد باش تكون حياه سعيده. طبيعه الحال الا عجبك الفيديو دير متابعه واشترك في القناه باش ديما توصل بالجديد، وشارك الفيديو مع الاصدقاء ديالك باش يستافدوا من الدرس. معكم عبد اللطيف والميرات، السلام عليكم.